لعلاج موضوعين، وهما موضوعي الساعة. كلمتي قد تكون مختصرة سواء فيما يخص النقطة الأولى أو فيما يرجع إلى النقطة الثانية. إن هذا الاحتفال الرمزي البسيط ما هو إلا إجراء جديد على طريق تدعيم هياكل الحزب. فبعد هذه السنوات الطويلة التي كانت حافلة بالنشاطات الاقتصادية، كانت حافلة بالنشاطات الثقافية والاجتماعية، كانت حافلة بالنشاطات السياسية سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الدولي، كانت حافلة في ميدان بناء هياكل الدولة الجزائرية الحديثة التي بعثت من العدم بعد استعمار طال قرن وما يزيد عن قرن. قد حان الوقت، وكما أعلنا عن ذلك مرارا وتكرارا وفي كثير من المناسبات، أن نعطي أهمية خاصة ومتزايدة لكل ما له علاقة بالحزب. نعطي أهمية خاصة ومتزايدة للحزب، لأن في النهاية الحزب هو الثورة. لا يمكن أن نسير ثورة بأجهزة إدارية، لا يمكن أن نضمن النجاح والاستمرار للثورة بأساليب إدارية بيروقراطية. إذن لا بد من الاهتمام بالحزب وإعطاء المكانة اللائقة به التي حددها بوضوح وبكل دقة الميثاق الوطني. بالأمس كانت تنقصنا هذه الوثيقة، واليوم فهذه الوثيقة التي تسمى بالميثاق الوطني هي سلاح كل مناضل ثوري يعمل من أجل الدفاع عن المكاسب المنجزة والمحققة، ويناضل من أجل مكاسب أو يناضل من أجل تحقيق مكاسب ثورية جديدة. هذا بالنسبة للثورة وفلسفتها، فهناك إذن ميثاق، أهداف واضحة، مبادئ واضحة، المراحل واضحة محددة، الأولويات والأسبقيات كذلك محددة. بفضل وجود هذا الميثاق وتوضيح الرؤية وتوضيح الصورة، حتى الاختيارات تكون، حتى الالتزام يكون واضح، استطعنا أن نستخرج منه مبادئ الدستور اللي هو عبارة عن قانون عام يضبط ويحدد الصلاحيات نتاع الهيئات في مستوى الدولة، يحدد ويوضح الحقوق والواجبات في مستوى الفرد. لكن لم تكتفي البلاد
لم تكتفي البلاد بعد المناقشات التاريخية التي ستبقى ترن في آذان كل المناضلين أثناء التحضير لوثيقة الميثاق، لم نكتفي بهذا، بل كان لابد أن نعطي للبلاد مجلسا وطنيا مكونا من مناضلين اشتراكيين، مناضلين مخلصين يدافعون عن الوطن، يدافعون عن البلاد، ويدافعون عن المنهج الثوري وحقوق المواطن. وقد بدأ بالفعل هذا المجلس أعماله، ونتمنى له من صميم فؤادنا مرة أخرى النجاح، لأن نجاحه جزء من نجاح المؤسسات متاع الدولة والمؤسسات متاع الثورة اللي احنا نريدها أن تكون مؤسسات تبقى وتستمر بعد ذهاب الرجال والأفراد. اليوم أيها الإخوة قلت حان الوقت أن نثير اهتمام أو نعير اهتمام خاص، وكما عودناكم في الماضي فإننا نلتزم بأننا سنخصص الوقت الأكبر من وقتنا لمتابعة نشاطات الحزب مع الإخوان المكلفين بالأعمال اليومية، مع الإخوان المكلفين بالتنفيذ اليومي. وهذا ليس واجبي فقط، بل هو واجب كل مناضل. وليكن واضح بهذه المناسبة أن الحزب لن يكون أبدا احتكار شخص أو أشخاص أو جماعة أو جماعات. الحزب هو من مسؤولية كل المناضلين الذين يؤمنون بمحتوى الميثاق ويعملون من أجل تطبيقه. أقول يؤمنون بمحتوى الميثاق ويعملون من أجل تطبيقه. المناضلين الذين تلتقي أعمالهم وأقوالهم في تطبيق الميثاق، فهذا هو القاسم المشترك، وهذا هو الرباط الذي سيربط بين كل المناضلين الذين يتكون منهم الحزب، حزب جبهة التحرير. أردت أن أعطي هذا التوضيح حتى تكون أعمالنا مثل ما كانت في الماضي، تكون أعمالنا تسير، أو أن تسير أعمالنا في كل الوضوح. إذا لم ننجح في عقد، إذا لم ننجح في مؤتمر 64 محكوم علينا أن ننجح في مؤتمر 78. أقول محكوم علينا أن ننجح في المؤتمر القادم. ونحن نعرف وندرك أن النضال هو ليس إلزام. العمل النضالي ليس إلزام. العمل النضالي لم يكن في يوم من الأيام شيء يفرض. العمل النضالي هو اقتناع بالدرجة الأولى، اقتناع بالدرجة الأولى، بالمنهج، بالسياسة، بالخط، بالمبادئ اللي هي اليوم واضحة. فعلى كل مناضل، وخصوصا بعض الإخوة المناضلين المسؤولين الذين لم تتوفر لهم أطر النضال، أن يستجيبوا لهذا النداء، لأننا سنعمل لتوفير هذه
لفتح الأبواب لكل الإرادات المخلصة حتى نذهب إلى المؤتمر وصفوفنا كمناضلين، وصفوفنا كثوار، وصفوفنا كاشتراكيين، بل خصوص قوية مترصة. وهذا هو شرط النجاح بالنسبة لاستمرار الثورة، بالنسبة لاستمرارية الثورة، بالنسبة لمواصلة الزحف انتحى، بالنسبة للعمل من أجل تحقيق كل الأهداف التي لم تتحقق بعد. فهناك إطار الحزب، وهناك إطار أوسع فالمنظمات الجماهيرية. فعلى كل من يريد أن يواصل معنا بجنبنا بجنب كل مناضلين هذه المسيرة التاريخية أن يأخذ مسؤوليته بالنسبة لوجوده في صفوف هذه الحركة الثورية. ونعتقد، وهذا تقييم ليس مبالغ فيه، نعتقد أن الطاقات الثورية موجودة في هذا البلد، أن المناضلين موجودين في هذا البلد. إذا كان الهياكل لا تزال ضعيفة، ونحن بالدرجة الأولى المسؤولين عن هذا، فلا يمكن أن نقول بأن جزائر 1977 ما بقوش فيها مناضلين. هناك حقيقة ميل إلى الحياة السهلة، هناك شيء من النسيان، نسيان الماضي القريب بدأ يخيم. لكن إذا استطاعت الجزائر، الثورة الجزائرية، أن تتعدى كل الصعاب والعقبات الكبرى، فالفضل، كل الفضل يرجع لا لعبقرية شخص أو أشخاص، ولكن لهذه الطاقة الحية التي تعمل وتناضل وتبني وتشيد صرح الثورة وصرح البلاد. هذه إذن بعض اللمحات عما ينتظرنا بالنسبة لآخر هذه السنة وبالنسبة للسنة القادمة. وقد سبق لي أن قلت في مناسبات أخرى أن سنة 78 ستكون سنة المؤتمر، وستكون كذلك سنة المخطط الجديد، لأن المخطط انتهى ولا بد أن يتبعه مخطط. وأردنا وقررنا أن يكون تحديد المخطط أو الموافقة على المخطط، مخطط التنمية القادم، يكون من طرف المؤتمر، حتى تصبح هذه القاعدة سنة، وحتى القيادة أو أعلى هيئة في البلاد وهي المؤتمر بالنسبة للمستقبل هي التي ستحدد الخطوط الاستراتيجية نتاع التنمية نتاعنا، سواء في الميدان الاقتصادي أو في الميدان الثقافي أو في الميدان الاجتماعي أو في جميع الميادين التي تهم الحياة نتاع البلد ونتاع المواطن. هذه مهام إذن واضحة، أهداف محددة في الزمان وفي المكان. وإذا توفرت الإرادة، إرادة المناضلين المخلصين الملتزمين، فإن الأمر سيكون سهلا، سواء بالنسبة لعقد المؤتمر ونجاحه أو بالنسبة
للمصادقة على المخطط القادم، لأننا والحمد لله وبعد هذه السنوات الطويلة من الممارسة والعمل أصبحت لدينا وبكل تواضع شيء من الخبرة وشيء من الدراية وشيء من المعرفة بالمشاكل، سواء مشاكل الرجال أو مشاكل الهياكل. هذه أيها الإخوة ملاحظات ولمسات خفيفة حول هذا الموضوع. ماذا هذه الحملة؟ هل حقيقة أن المشكل مشكل ما يسمى بالأسرة الستة، جماعة اللي يتحكموا أسرى في الزويرات؟ أنا ما أعتقدش، وإنما هذه فقط هي سبة وكانت مناسبة. أما السبب الحقيقي والإخوة فهو شيء آخر، لأن هؤلاء الناس تحكموا يوم أو سمعنا مثل ما سمعوا الفرنسيين في الإذاعات وفي الصحف، وكانوا هم أول الناس اللي يخبروا عن هذا، أن هذا الحادث وقع في أول مايو سنة 1977. وهذه الهجمة وهذه الحملة أبدأت مؤخرا. السبب هو شيء آخر. أولا أن فرنسا الرسمية لم تتخلى بعد عن أطماعها الاستعمارية في إفريقيا وعن منطقة النفوذ، وهذا هو الواقع. لما الفرنسيين يقولوا إفريقيا للأفارقة معناه إفريقيا للفرنكوفونية. إفريقيا لابد أن تبقى خاضعة لجزء من النفوذ الفرنسي. هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر. فرنسا لم تتخلى، خصوصا في منطقتنا هذه، منطقة شمال إفريقيا ومنطقة إفريقيا، لم تتخلى بعد عن استراتيجية المصالح. هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر. هذا هو الواقع وهذا هو الجوهر. فقد وجدنا الحكومة الفرنسية تتحمس وتعمل بجد وتقوم بالضغوط ضد الحكومة الإسبانية في ذلك الوقت لكي تسلم الصحراء الغربية لحلفائها ولعملائها. هذا الشيء معروف وثابت تاريخيا. نوجد أن فرنسا التي استعمرت بلدنا قرن وأكثر من ربع قرن استغلت هذه الأزمة الموجودة في شمال إفريقيا أو في الصحراء الغربية لكي تغدق وتدفع بالأسلحة لإعادة تسليح الجيش المغربي. هذا واقع ثاني. أقول بشيء من الحماس وبشيء من الاندفاع كلكم سمعتم على مشروع مراكش لإعادة تسليح الجيش المغربي، لا من أجل الدفاع عن حدود المغرب الشقيق، ولكن من أجل نوايا مبيتة هي جزء من الاستراتيجية الفرنسية. نعم، أسلحة كثيرة تدفقت عن المغرب، وأسلحة كثيرة لا تزال تتدفق عن المغرب، ومن وراء كل هذا الحكومة الفرنسية. هذه الحكومة، هذه الدولة التي ذبحت
عشر هذا الشعب لم تنس بعد، ويحز في نفسها أن ترى أمامها شعب رافع راسه، شعب اللي هو يبني في نفسه. هذا الواقع. وقد نبهنا مرارا وتكرارا السلطات الفرنسية، وخصوصا أعلى سلطة في هذه البلاد، وقلنا لهم كفانا حرب الجزائر. حاربتنا 8 سنوات، ذبحتوا منا 1.5 مليون، يكفي. فين راكم ماشيين بهذه الأسلحة؟ يأتي اليوم اللي نتكلم على هذا الموضوع، لأن كاين واحد بنكي اللي يدفع الفلوس. المغرب غير قادر باش يشري كل هذه الأسلحة، لأن هناك من راه يدفع الفلوس، يدفع الدولارات، وفرنسا تدفع السلاح. الحكومة الفرنسية تدفع السلاح. هذا الواقع. من أجل تثبيت وتكريس استعمار من نوع جديد. إذا لم ننظر إلى المشاكل أو إلى هذا المشكل من زاويته الحقيقية، فربما هذا الحملة نتاع الضباب ونتاع الدخان تغطي الحقيقة. ما حكاية مختطف الزويرات أو مسجون الزويرات ما هي إلا حملة نتاع الضباب لتغطية هذه الحقيقة. لأن فرنسا الرسمية، أقول فرنسا الرسمية ولا أقول الشعب الفرنسي، لأن عندنا أصدقاء في هذا البلد، وهناك قوات ليست موافقة على السياسة المنتهجة من طرف الحكومة الفرنسية. واسمحوا لي أيها الإخوة، ونظرا لدقة الحالة وخطورتها، لابد أن أكون معكم ومع نفسي ومع ضميري صريحا إلى أبعد الصراحة. إذا قلت هو هذا الواقع، هذا هو الواقع. واتفاقيات التسليح بدأت بالخصوص من أزمة الصحراء الغربية، وليس كما زعم ملك المغرب أنها بدأت في 73، بدليل أنه بعد 73 وقع ما وقع في المغرب. وفي ذلك الوقت المغرب لم يكن يفكر في تسليح الجيش المغربي، ولكن كان يفكر بالخصوص كيف ينزع عنه السلاح، وقد نزع عنه بالفعل السلاح. إذن يجب أن لا نتلاعب بالتاريخ، يجب أن نضع الأمور في أماكنها، كل حاجة في المكان انتهى. قلت نبهنا ونبهت شخصيا الرئيس الفرنسي لخطورة هذه السياسة. أنا شايفه في المشي، عنده استراتيجية، لابد تكون عنده منطقة نفوذ، ومنطقة نفوذ هذه ما تقدر تكون إلا في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية. ما تقدرش تكون في أمريكا اللاتينية، ما تقدرش تكون في آسيا، ولا حتى في أوروبا. ومنطقة النفوذ هذه تمتد من المغرب إلى موريتانيا، إلى السنغال، إلى جهات أخرى من أفريقيا. لكن ما كان يعتقده الفرنسيون أو الحكومة الفرنسية بأن أزمة الصحراء الغربية هي أزمة مفتعلة من طرف الجزائر. قيل أن هذه الأزمة افتعلت من طرف الجزائر، وافتعلتها أنا شخصيا. هذه الدعايات التي روج لها المغرب وروجت لها فرنسا اليمينية بأنني أنا السبب في افتعال هذه المشاكل، وأنا في واد وقيادة البلد في واد، وأنا في واد
والشعب راه في واد آخر، يعني غير أنا وحدي لأسباب شخصية افتعلت هذا المشكل. لا أجيب عن هذا السؤال، لأن الإجابات كانت واضحة وصريحة في المهرجانات، في المظاهرات، في المسيرات التي جرت في هذا البلد في الأيام القريبة منا وفي الشهور البعيدة. وهذه طبعا عبرة لمن يريد أن يعتبر. لكن هناك أناس لهم عيون لا يبصرون بها، وكذلك لهم آذان لا يسمعون بها. ما كان يعتقد بأن هذه الأزمة هي أزمة مفتعلة تحول إلى حرب حقيقية، إلى حرب حقيقية. الدعايات التي شنت بأن هذا شعب صغير، شعب محدود العدد، وكلهم هذو ناس رحل ما يعرفوش حتى معنى الاستقلال. هذه الدعايات اللي سمعناها وسمعها كل واحد منكم. لكن نفس السياسة الفرنسية لما جاءت في القضية جزر القمر حاولت تفصل جزيرة مايوت، قال نجعلها وحدها، لأن المصلحة الاستعمارية اقتضت بأن تنتهج هذا المنهج. ما كان موقف الجزائر بالنسبة لهذه القضية. هل نكن عداوة للشعب المغربي؟ أبدا. ويخطئ من يسيء الظن بنا. قيل أن الشعب المغربي ساعدنا البارح وإحنا قلال الخير. احنا دفعنا الثمن من أجل تحرير الشعب المغربي. احنا دفعنا الثمن. ما زالوا في هذا القاعة ناس أحياء كيف تخلوا عنا. ليس الشعب المغربي الذي تخلى عنا أثناء حرب التحرير، عندما تعاهدنا بأننا سنخوضها حربا شعوى حتى نطرد الاستعمار. فماذا وقع؟ وقع اتفاقيات مع الاستعمار الفرنسي، وقعد الشعب الجزائري وحده في الساحة يقاتل بكل استماتة. إذا كان نكلم التاريخ ونكلم التاريخ الحقيقي، احنا دفعنا الثمن، ودفعنا الثمن غالي جدا. عشر السكان متاعنا، 8 سنوات نتاع الحرب، التشريد، التقتيل، السجون، والناس كانت تتبحبح في ملذات العيش. الواقع نعم. هذا التاريخ، هذا هو التاريخ وهذا هو الواقع. كنا نتمنى أن تستمر المعركة على مستوى المغرب العربي لكي نبني مغربا عربيا أساسه وقاعدته مصلحة الشعوب. ولكن المصلحة الاستعمارية ومصلحة الطبقات حالت دون تحقيق هذا الهدف، وحالت دون تحقيق هذا الحلم. هذا هو التاريخ أيها الإخوة. إذا كان نريد أن نكلم التاريخ، فنحن نكن كل الخير. تقدر تقول للرئيس الفرنسي بأن حسب معلوماتي الخاصة أن هؤلاء الفرنسيين هم على قيد الحياة. إذن الرئيس الفرنسي على علم وعلى اطلاع. ودي خبايا الأمور، يعني خبايا الجوانب الخلفية نتاع القضية. ومن هنا شفنا على كل حال هذه المظاهرة العسكرية، الوحدات العسكرية، وحدات المظليين، والصحافة تتكلم بأنهم ماشيين يحتلوا تندوف أو ينزلوا في تندوف، يعني في مسائل الضحك.
تبكي وتضحك يعني. تبكي لأن الفرنسيس ما خذوش درس رغم الفضيحة اللي عرفوها في ديان بيانفو، ورغم الفضيحة اللي عرفوها في الجزائر، ما زال يفكر لي على كل حال في حكاية سيدي فرج جديدة. نفس السيناريو في 1830 يقال حسب بعض المؤرخين الفرنسيين، المؤرخين الاستعماريين، أن فرنسا احتلت الجزائر لأن الداي هذاك الوقت ضرب القنصل تاع فرنسا بالمنشة نتاع وادي. واليوم في سنة 1977 ولو يتكلموا على إنزال وحدات عسكرية في تندوف وفي غير تندوف من أجل ستة نتاع الفرنسيين، مع العلم بأننا شعب رهيب الحس جدا، ونشعر بالمشاكل الإنسانية، وأعلنا بأن بلادنا على كل حال حتى لا تعطي ذريعة وحتى يسقط القناع، حتى الأقنعة تسقط، فنحن مستعدين أن نساهم بحظنا في إعطاء النصح. في النهاية أنا ما نضغطش على جماعة البوليساريو ولا جبهة البوليساريو، ما نضغطش عليهم، ننصحهم، وهذا ما كان بالفعل. إذن أيها الإخوة، التحرك الفرنسي، الفصل الأول هو التحرك الفرنسي. وشفتوا من بعد طيارات نزلوا في موريتانيا، طيارات أخرين مشاو لدكار، طيارات متاع الاستطلاع الآن موجودين في موريتانيا باش يعسوا يمدوا المعلومات. شبكة نتاع الاستخبارات نتاع اللاسلكي وغيره موجودة الآن، مظليين موجودين في موريتانيا، وحدات مغربية تحركت باش تزيد تنزل الجهة موريتانيا. إذا التنسيق ماشي 150% بين فرنسا الرسمية، بين الحكومة الفرنسية وبين المغرب، لأن الاستراتيجية هي استراتيجية واحدة، وما يقدروش يسمحوا باش يوقع لهم أي مشكل في أي جهة من كل هذه الناحية. الفصل الثاني وهذا تمهيد من ناحية الصحافة، اجتماعات الحرب اللي عملها الرئيس الفرنسي، وحدات طوارئ، وحدات اللي تحركت نحو دكار ونحو موريتانيا، اجتماعات بين العسكريين الفرنسيين والمغاربة. الفصل الثاني وهو تصريح ملك المغرب. وأنا أشكره جدا على الوضوح والصراحة، أشكره جدا، ونظن الشعب الجزائري يشكره على هذا الوضوح. ماذا يقول هذا التصريح؟ إنني كلما ضربت في الصحراء وكلما ضرب الجيش الموريتاني فسأضرب الجزائر، فسأعتدي على الجزائر. هذا كلام ملك المغرب. كل ما توقع عملية في الصحراء فسأضرب الجزائر وسأعتدي على الجزائر. أنا استمعت يعني بإمعان عندما كان يتكلم على هذا الموضوع، وذكر بالفرنسيين التاريخ القديم. طبعا أنا لا أريد أن أنزل إلى مستوى معين في حديثي،
أبدا، لأنني أعتقد وأعتبر أن الحالة لا تحتاج إلى استعمال الكلمات التي فيها السخرية وفيها السب وفيها الشتم، وإنما فقط نعالج الجانب السياسي. نتكلم على حق المطاردة، وهذه تعرفوا أنها أول اللي انشأ هذا التعبير وصاغ هذا التعبير انظر الاستعمار الفرنسي، وطبق هذه الفلسفة، فهي في الأصل فلسفة استعمارية محضة. ضربت قواعد الثورة الجزائرية في ساقية سيدي يوسف، وبعد تأميم القنال كذلك كان فيه تأميم القنال، وكانت الثورة الجزائرية مثل ما كان يعتقد في ذلك الفرنسيين في ذلك الوقت بأنه عندما تضرب القاهرة فستتوقف الثورة الجزائرية. واستعملت هذه السياسة في الفيتنام وفشلت، وهي الآن اللي يطبقوا فيها الإسرائيليين بالنسبة للبنان وبالنسبة للمداشر العربية، وتطبق فيها جنوب أفريقيا وروديسيا. ملك المغرب قال للشعب الجزائري بصريح العبارة أنني قررت الاعتداء على حرمتك، قررت الاعتداء على سيادة بلادك، قررت اختراق الحدود الجزائرية. طبعا أمام الحالة هذه من العمل، والاعتداء بين واضح والنية واضحة. نقولها بكل بساطة وباسم 18 مليون جزائري، بأننا لن نعتدي أو ولن نكون البادئين بالاعتداء، ولكن سندافع على حدود بلادنا، سندافع عليها مثل ما دافعنا عليها بالأمس. سندافع على حدود بلادنا، وهي أولوية الأولويات، ونحن لسنا من الذين يؤمنون بتسبيق الخبز على الكرامة. فقد حاول الجنرال دوغول أثناء حرب التحرير أن يلعب على الثورة. كنا نتمنى من المملكة المغربية أن تتفهم الأوضاع، وأن تفهم بأن المشكل السياسي لا يحل إلا سياسيا، وأنه ليس من السهل حل المشكل عسكريا. ولكن الظاهر وبتشجيع من أوساط وبدعم، أرجع الموضوع للتاريخ كذلك، من أوساط فرنسية، المملكة المغربية تريد أن تحول الصراع إلى صراع جزائري مغربي لتغطية الهزيمة، لأن هناك مأزق
السياسة المغربية هي الآن، أو سياسة المملكة المغربية هي الآن في مأزق في الصحراء، ولإخراجها من المأزق لا بد من تحويل هذا الصراع إلى صراع جزائري مغربي. ما كنا نتمنى هذا الصراع، ما كنا نتمنى هذا الصراع، ولكن والحالة هذه لابد أن نقبل الصراع إذا فرض علينا. ومثلما فشلت سياسة التوسع وسياسة القوة وسياسة الحديد والنار في الصحراء الغربية، ستفشل لا محالة ضد الشعب الجزائري. ستفشل لا محالة ضد الشعب الجزائري، لكن على الأقل أمام العالم وأمام التاريخ لابد أن نسجل من سيكون المعتدي، لأنه أعلن عن الاعتداء. أما التفسيرات التي استعملت والحجج التي استعملت من طرف رئيس الدولة المغربية فهي حجج قد استعملها المستعمر قبله وحكم عليها التاريخ كحجج تنبني على فكرة الاعتداء. ورغم هذه الحالة فإننا نعتقد بأننا سنلتقي غدا أو بعد غد أو في كذا من سنة مع الشعب المغربي. سنلتقي. سيأتي اليوم الذي نلتقي فيه مع الشعب المغربي، فلهذا ما نسبش أبدا المستقبل، ندافع على حدود بلادنا فقط، ندافع على حدود بلادنا فقط، ونقولوها بكلمات بسيطة، بكلمات واضحة. أما بالنسبة للشعب المغربي المدفوع المغلوب على أمره، اللي هو مدفوع في سياسة الهروب إلى الأمام، علينا نحن كأبناء شعب خارجين من صلب هذا الشعب، خارجين من صلب هذا الشعب، ومناش مبعوثين من السماء، مناش مبعوثين من السماء، أن ننظر دائما للمستقبل. وحتى القوات المسلحة المغربية نقول لها قد يزج بك مرة أخرى في سياسة هي ليست في صالح المغرب، هي ليست في صالح المغرب وليست في صالح الشعب المغربي. هذه القوات المسلحة نتمنى أن تنظر وأن تفكر فيما حولها، بالناس اللي راها تقتل فيهم هم ناس عرب ومسلمين، وأن الشيء اللي راه يطلب منها ملك البلاد هو أن تعتدي على حرمة وعلى وحدة بلد شقيق. فنتمنى أن لا تقطع خطة الرجعة، لأن هناك بالأمس أصوات ارتفعت وسترتفع في المستقبل لا محالة، أصوات ضباط أحرار
بدون شك سترتفع في المستقبل، وسيخرج من صفوف هذه القوات المسلحة في المستقبل، في سنة، في 4 سنوات، في 5 سنوات، في 10 سنوات، رجال أحرار يحررون المغرب، الشعب المغربي، من العبودية ومن الاستغلال ومن السيطرة البشعة، هذه الإخوة بعض الأفكار وبعض التوضيحات اللي كان بودي أن أقولها، أو اللي ما كانش بودي أن نقولها لو ما تفرضتش علينا الأمور فرضا. لا يمكن أن نبقى ساكتين في الوقت اللي الواحد يقول لك أنا جاي نضربك في بلادك. لا يمكن أن نبقى ساكتين والمؤامرات تحاك حول بلادنا وحول ثورتنا، ولم نكن نحن على الأقل على المستوى الرسمي، ولم نكن السباقين لطرح هذا الخلاف العقائدي بين الثورة الجزائرية، بين ديمقراطية الثورة الجزائرية وديمقراطية المملكة الموروثة عن العهود الغابرة. نعم، نفتخر بديمقراطيتنا، نفتخر بهذه الديمقراطية التي حررت الفلاح وأعطته الأرض، نفتخر بهذه الديمقراطية التي ألغت الضرائب على الفلاح، نفتخر بهذه الديمقراطية التي صنعت